انتم اقليه بتعبروا عن اقليه ومصرين تقولوا كده، يبقى الاقليه تحترم راي الاغلبيه. لكن الديمقراطيه تاخدوا منها اللي انتوا عايزينه وترموا منها اللي انتوا عايزينه. احنا بنقول ديمقراطيتنا لها سقف، انتوا اقتضيتوا بالسقف ده معانا، لان انتم زينا في هذه المساله. اعني ان الديمقراطيه عندكم مقيده بالقيم، وعندكم الحريات لازم تقيد بالقيم. فاحنا بنقول ديمقراطيتنا مقيده بان لا نحرم ما احل الله ولا نحل ما حرم الله. ده شريعتنا، شريعه هذا المجتمع المسلم في مجموعه. ولذلك نقول القضيه باذن الله لابد ان تكون واضحه، واحنا ما زلنا على الاخذ والرد في المفاوضات، وباذن الله الاخوه يبذلون كل جهد من اجل اخراج الدستور مفهوش ضلالات كما يقول البعض. ممكن تبقى في بعض العبارات الناس ما تفهمهاش او يبقى فيها اختلاف في تفسيرها، لكن لا يمكن باذن الله ان يوجد في الدستور ما يحرم ما احل الله او يحل ما حرم الله. لو كده ساعتها هنقول للناس رفضوا الدستور، وساعتها هنقول ان في مواقف اخرى تختلف. باذن الله تبارك وتعالى لا نحتاج الى ذلك. وانا ارجو ان الجمعيه ستستمر وستنتج منتجا مقبولا في الجمله، حتى لو في بعض العبارات ليست واضحه او فيها احتمالات سوف يفسرها البرلمان القادم ويوضحها البرلمان القادم ويتضافرها القوانين القادمه ان شاء الله.